تدخل تونس تولي تسبنا ولا رجعتوا حباب انتم والمرار كان الايامات هذيا شغل راكم قاعدين تمجدوا في المروك وتقولوا المروك ودوله عظيمه يا خويا ما فهمتش. السلام اخوان، بخير هانين. وشوفوا هاد الهبل دابا، راه ما يمكنش واحد تونسي مثلا عجبو المغرب لسبب من الاسباب، مثلا رياضه، صناعه، اقتصاد، اي حاجه، وشكر المغرب ومدحو، فتنوض تقول ليه كتمجد في المغرب. علاش؟ ومالك نتايا؟ حر هو في الراي الشخصي ديالو، انت ما عجبكش المغرب هو عجبو، فين كاين المشكل؟ نشكر في المغرب ونقول في الحق شمدخلك باش تجي تسبني في شنو اللي حرق شعيرك؟ شمدخلك نحكي في الحق واللي يريد وحدك شحرق شعيرك، شد ببوشتك اعمل حاجه باهيه ونشكرك حتى انت. رانا التوانسه ما عناش احنا رميان الورود وهزان القفه، الحق الحق نقول عليه الحق صاحبي الغول. احترم الناس اللي دايره بيك باش يحترموك الناس، اعمل الباهي تسمع الباهي، تعمل المشوم تسمع المشوم. صور الشاشة، صور الشاشة، هذا المشهد لا يتكرر لا يتكرر. صور الشاشة، فاللقطة الماضية لن تشاهدها. نشكر في المغرب ونقول في الحق شمدخلك باش تجي تسبني في شنو اللي حرق شعيرك؟ شمدخلك نحكي في الحق واللي يريد وحدك شحرق شعيرك، شد ببوشتك اعمل حاجه باهيه ونشكرك حتى انت. رانا التوانسه ما عناش احنا رميان الورود وهزان القفه، الحق نقول عليه الحق صاحبي الغول. احترم الناس اللي دايره بيك باش يحترموك الناس، اعمل الباهي تسمع الباهي، تعمل المشوم تسمع المشوم. خوتي روماركيت حاجه مازال ما هضر عليها حتى واحد، وباينه ما كانش اللي غادي يهضر عليها في الجزائر، باسكو الهضره هذه توجعهم. في 58 المغرب لعبت كما نقولوا كونتر الجزائر، والجزائر انذاك غير معترف به دوليا، والاتحاد الدولي لكرة القدم صدروا عقوبات ضد المغرب، والمغرب تقبلوا العقوبات نورمال، قال لك من اجل خوا باسكو ما عندهمش فايده في البارتي هذيك تاع البارون، ما راح يدوا والو، وهما على بالهم باللي غادي يتصدروا عقوبات ضدهم. كيفاش جازتهم الجزائر في 2026؟ جابوا جماعه بن بطوش وقال لي ارواح تلعب معنا ومنا تاسيس الاتحاديه. واش من الاتحاديه؟ واش هذيك شركه تاع قمر ماهيش معترفه بيك، ماهيش حاطه البارتي تاعك لهنايا، انت تحوس. قال له نريد ان نوري للعالم. كاش ما سمعت انت؟ نريد ان نوري في اللغه العربيه، نريد ان نوري للعالم. واش توري؟ انا ملي زدت والاعلام تاع المغرب يرفرف في الصحراء. ايا قدم، لا كنت راجل، لا جيت راجل ولداتك امك قدم. هنا تفهم باللي المغرب مان بكري صافي لونطو، وهو توجور يدعي للسلم والسلام، والجزائر هي سرطان تاع شمال افريقيا، قسما بالله غير سرطان. لان ما بقات لا اخوه لا ريكاف يقتلوا بينا حنا الاخوه والجيران، ما انا جيران ما انا اخوه، هما ما يحبوناش وحنايا معاهم، احنا دائما نطلعوا في المستوى، هما يتقتلونا غير بلي ميسيل من تحت، دائما يديروا هاد الحوايج هادو. راه ديما كنقولوا ان الجزائر العلاقات ديالها مع الدول المحيطه بها ماشي متوتره غير مع المغرب، راه مع تونس ومع النيجر ومع مالي وبوركينا فاسو. المهم هنايا المحلل الرياضي بن الشيخ بعد ما قام بتقزيم او تقليل من القيمه ديال تونس، فهنايا التوانسه كيردوا عليه. هذه هي عقدة الإمارات، وهذه هي عقدة المغرب وعقدة تونس. طبعا الإمارات، المغرب، تونس واحد، لا يشك فيها أحد. هذا تطاول علي بالشيخ الذي يعني ما عندهم كان السب، ما عندهم كان الثلب. ورقة فهمتي، خذا ورقة، هذه الجزائر وهذه تونس. يا تونس ما توصلهاش يا راجل، تونس ما توصلهاش. تونس صغيرة في الحجم وكبيرة وأقدم من الجزائر. تونس استقلت في الخمسينيات والجزائر استقلت في الستينيات. أنا برنوس جدي في جربة، يعني جبة نتاع جدي في جربة أقدم من الجزائر. المهراس جربي، عندي مهراس جردي في فلوريدا، مهراس جربي أقدم من الجزائر. فأنت يعني بالشيخ
وانا ما اصعد معاك، ما نطلعش معاك جايب حلقة في تيك توك بث مباشر خليه يواجهني. ما نواجهك، انا يواجهوك التوانسة كل يوم، التوانسة والمغاربة، مرة التوانسة ومرة المغاربة، إلى أن تعرفون أنكم سرطان شمال إفريقيا. ما تقدر تسيطر على الشعب التونسي. الشعب التونسي هذا مع المغرب ومع الإمارات ظالما أو مظلوما، واضح؟ أنتم بالحقد نتاعكم، والآخر قال لي تونس ولاية جزائرية. والله من العيب قعدتوا كان تسبوا وتشوهوا في المرأة العربية والمرأة الإماراتية هند العويس والمرأة التونسية والمرأة المغربية رمضان، قعدتوا كان هكا تفتنوا وأنتم العفة. يا عمي المرأة التونسية أقدم طبيبة في العالم العربي توحيدا بالشيخ، المرأة التونسية رائدة فضاء، المرأة الإماراتية أكثر مرأة مثقفة واخذ مناصب في العالم وفي الريادة وفي الاقتصاد، المرأة المغربية مثقفة ولها مناصب. ما تقارن، ما أدخل أنا في النساء حتى أنت تدخل في النساء يعني في إعلامكم. يعني إحنا المرأة نتاعنا إيه المرأة نتاعكم شو يا راجل؟ احترم يا راجل، احترموا. ليس لكم إلا التشويه، ليس لكم إلا التشويه. تحكي على كرة القدم علي بالشيخ، كرة القدم أنا ما جادلك على كرة القدم. أنا نعطيك يعني عصام الشوالي، تونس رائدة في كرة القدم، الإمارات عام 1990 يا معلم، وكان عندها تاريخ في كرة القدم. إسماعيل مطر عام 90 زاد مع يوغوسلافيا. انتو شو تاريخكم في المغرب عملاق. والله المغرب ساندتها كل الدول العربية في نصف كأس العالم إلا الجزائر. تونس ترشحت في كأس العالم، لم فرحوا لنا الجميع ما عدا الجزائر لا يفرح، لأن لم تترشح بعدها ترشحت. الإمارات لعبت مقابلة مع قطر ولا ما أدري من مع فريق آخر يعني في يعني ما ترشحت بعد، وكانت تستحق ترشح الإمارات. البلد الوحيد الذي فرح للإمارات بخسارتها هي الجزائر. هذم ناس حاقدين، هذه جارة السوء، هذه والله العظيم. يمكن عندك قيس سعيد والنظام التونسي ما عندنا فيه دخل، احنا خارج الصرب وخارج الشعب التونسي متماسك، الشعب التونسي يكون رافض لهذا التدخل الجزائري في تونس. ما تقدر تسيطر يا راجل. لما تتكلم يعني بالشيخ، شوف انا نخلي لك سامي الجلول، نخلي لك المثقفين التوانسه يردوا عليك، نقاد التوانسه، وانت تقول علاش التوانسه يكرهونا، التوانسه يكرهونا. علاش نكرهوكم يا راجل؟ شوف الاسباب اللي كرهتونا. غدرتونا عام 90 في احداث قفصه، لما الملك الحسن الثاني احداث قفصه تونس كانت ستاخذ بلد السلام بعد سويسرا. في أحد لاعبي بورقيبة مشاو عملوا عملية قبل ب 28 يوم، في أحداث قفصة ماتوا 80 أمني، حتى نقمة وحسدا لتونس. فلا ننسى أحداث قفصة لما جانا الملك الحسن الثاني وقال للزعيم لحبيب بورقيبة جي سوي لا لو ميليتير مسيو لو بريزيدون. المغرب وقفت معنا. نحكيو على التاريخ 75 و76 الإمارات لم تعترف في الجزائر بالإمارات إلا في السبعينيات، هذه أول شيء، ثم تآمرت مع إيران لضرب أبو ظبي. هذا التاريخ. لا ننسى قضية العيون، ولما الشيخ محمد بن زايد حفظه الله اللي هو من عمره 14 سنة في مدينة العيون، وكانت نقمة منذ التاريخ. تاريخكم بالتاريخ، المشكل معكم بالتاريخ. انتم من تدخلتم في بلادنا، انتم اللي حبيتوا تعملوا فتنة وحرضتم النظام التونسي على البوليساري وعلى المغرب، وجبتوا لنا ابراهيم غالي كيف جال تونس؟ ما هي بتعليمات تبون. احنا المغرب والله لا تفرقنا احنا والمغرب، نحب المغرب صباحا مساء، والمغرب تحب تونس، والامارات تحب المغرب، والامارات تحب تونس. والله لا تجم تفرقنا يا راجل انت ما عندك كان الاعلام والثلب. زعما الإخوان واحد النهار نفيقوا ونلقاو أن العلاقات ديال الجزائر مع الدول المحيطة بها رجعات بخير وعلى خير. واش هذا الاحتمال ممكن يتحقق عما قريب ولا لا؟
مهم نتمنى هذا المقطع ينال إعجابكم. استودعكم في حفظ الله وأمانه، وإلى اللقاء.